صباح الفل، عاملين ايه؟ هنعمل بسكوت شاي النهارده، او بسكوت كده جميل قوي ينفع الولاد ياخدوا معاهم المدرسه، او حتى تسالي في البيت. شكله لذيذ جدا، هنستخدم معاه الوان حلوه قوي وبطريقه سهله وجميله، وطعمه ولا اروع من كده وشكله ولا اجمل من كده. وممكن تشكليه وتزينيه، الاولاد بيحبوا الحاجات دي قوي، بيستمتعوا بيها. على بركة الله هنبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هحتاج كوباية الا ربع سمن، هو بيسموه بسكوت الكوباية الا ربع. كوباية الا ربع سمن، كوباية الا ربع سكر، كوباية الا ربع نشا. هنبدأ الاول بالسكر والسمن لحد ما ينعموا عندي ويكونوا بالشكل ده. بعد كده اضيف عليهم بيضة، البيضة طبعا معاها الفانيليا ومعلقة خل. بعدين اضيف كوبايه الا ربع نشا، بتخلي البسكوت هش وجميل جدا وطعمه ولا اروع من كده وسهل قوي. ممكن بالمضرب همشيه سنه بسيطه، وبعدين ابدا الفه بايدي من فوق لتحت. هحتاج بقى معايا هنا كوبايه ونص دقيق، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ما تزوديش عن كده بس، وذره ملح خفيفه بتزود النكهه. واضيفهم كلهم على الدقيق، وابدا بقى اقلب بايدي. انا بلم العجينه لم بس بصوابعي، مش بعجن، عشان خاطر البسكوت يبقى هش معايا. بلمها بين صوابعي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقسم البسكوت لاربع قطع متساويه. وعندي الوان الطعام، ما تخافوش منها يا جماعه، احنا مش هنستخدمها كل يوم ولا هنستخدم منها كميات كبيره. هبدأ اضيف نقط من كل لون. انا جبت لون احمر ولون اخضر ولون ازرق، وكوره سبتها بيضه زي ما هي. لما اضفت النقط دي ما عجبنيش اللون قوي، زودت كده على جنب لون تاني لحد ما يديك اللون اللي انت عايزاه، بس ما تزودوش الوان قوي عشان ما يطلعش لونها فاقع ومش حلو. طبعا هجيب صينيه ألمونية عشان اسوي فيها البسكوت، دي احسن معدن بيوزع الحراره، احسن من اي حاجة تانية. البسكوت ممكن وانا بضغطه هتطلع عنده الحروف مش متساوية قوي، بس ما تقلقيش، لما بيستوي بيبقى جميل جدا وطعمه هش قوي. ممكن اجيب عندي لون من كل قطعة واضغطهم مع بعض، هيدوني بسكوت بالشكل ده. احنا مش داخلين مسابقة ماستر شيف يعني، احنا عايزين نعمل حاجة جميلة لاولادنا وشكلها جذاب. لو الشكل عندك ما طلعش مظبوط قوي مش مشكلة، احنا بنجيب مثلا 3 الوان او 4 الوان واضغطهم بايدي ضغطة خفيفة، هيدوني اشكال مختلفة. ممكن الفهم لفة، ممكن اعمل من كل لون بسكوتة. عاوزة اقول لكم اولادي عملوا اشكال رهيبة رهيبة يا جماعة. بسكوتنا بقى ولا حد قدنا. في الفرن بقى هدخلهم على رف اوسط، ويكون الفرن مسخن مسبقا، بس طبعا درجة الحرارة ما تكونش عالية قوي. هياخد في الفرن عندي حوالي 20 دقيقة، وهلاقي ريحته بقت حلوة قوي ظهرت. واول ما يبدأ ياخد لون عندي من تحت هطلعه، وهتكون دي النتيجة عندي. شكله جميل جدا وبالشكل ده، واخد لون حلو قوي. لو انتوا حاسين الالوان قوية ممكن تقللي اللون بحيث يديك درجة كويسة. هنبدأ بقى نزينه هنا. عايزة بقى تزينيه، هتجيبي شوكولاتة نوتيلا نلزق بيها او ممكن مربى، وعندي شوكولاتة فارماسي سودا وسبرينكلز ملونة وجوز هند. هبدأ ألزقه كده بحبة شوكولاتة من النص. شايفين شكل البسكوت عامل ازاي؟ زينه بالشكل اللي يعجبكم ويريحكم. ممكن تحطي نوتيلا في النص، ممكن تحطيها على الحروف وتلزقي عليها الفارماسي الابيض او السبرينكلز اللي هي الملونة، او كمان جوز الهند. احنا زيناها بالشكل ده والنتيجة خرافة والطعم روعة. لو عجبكم الفيديو اشتراك ولايك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وما تبخلوش عليا، واكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في البسكوت. ده كان الشكل النهائي، وبألف هنا وشفا على عيونكم.